اي حد في امريكا او بيتعامل بالدولار، عايزك تركز معايا كويس جدا. اكيد سمعت قرارات ترامب المجنونه الفتره دي، عشان كده انا عايزك تجيب ورقه $20 وتركز معايا كويس جدا. واكيد يعني مش هطلب منكم تبعتوها لي، بس لو انتوا حابين بقى انتوا ذوقكم يا جماعه. لكن انا عايزكم تركزوا كويس جدا على صوره الشخص الموجود على ورقه $20، وهو الرئيس اندرو جاكسون، الفيرجن الاول من دونالد ترامب. والمفاجاه ان الاتنين كان عندهم نفس الحلم، السيطره مش بس على امريكا، لا، السيطره على العالم كله. النهارده هتفهم ازاي الاتنين دول رغم الفرق الزمني اللي بينهم، لكن هما الاتنين كانوا نسخة متطابقة، لكن ترامب بنسخة أحدث شوية يعني. الحاج أندرو جاكسون كان ترامب عصره، بس من غير تويتر أو إكس حاليا. كان نسخة متطابقة منه، كان برضه بيطرد الأجانب وطرد الهنود الحمر، وقتل آلاف الناس الأجانب، ودمر البنك المركزي، وقال أنا مش محتاج البنك المركزي ده في حاجة، ومسحه تماما. جاكسون كان بيقول للناس أنا من النخبة وأنا اعتبروني كأني واحد منكم، وكان بعدها بيروح يدي أوامر يطرد بيها آلاف الناس من البلد. أما بقى عن أبو حنان فبالظبط نفس الكلام، بيقعد يطلع في مؤتمراته وبيقعد يقول أنا ضد النظام الفاسد، أنا هرجع أمريكا عظيمة تاني، أنا مش عارف إيه. معلش يا جماعة بس كده بخصوص حوار إن ترامب بيقول أنا هرجع أمريكا عظيمة تاني كده، كان في من كام يوم مؤتمر بين المتحدثة باسم الخارجية الصينية ودونالد ترامب. ترامب في اليوم ده كان لابس طاقية مكتوب عليها I will make America great again، يعني أنا هرجع أمريكا عظيمة تاني. فهم كانوا بيتناقشوا وبيتكلموا على حوار الضرايب اللي ترامب فرضه على الصين، بس ده هنتكلم عنه يعني قدام شوية. المهم، الست دي قالت لترامب أساسا الطاقية اللي أنت لابسها دي أصلا ميد إن تشاينا، صنعت في الصين. وده كان أقوى قذف جبهة في العصر الحديث. تعرف يا عزيزي إن أندرو جاكسون هو أول رئيس يتعرض لمحاولة اغتيال؟ كان طالع من عزا وجم عليه اتنين مهددينه مسدسين، ولما الاتنين داسوا على الزنات المسدسين ما اشتغلوش في نفس الوقت. وعلى فكرة احتمالية إن المسدسين ما اشتغلوش في نفس الوقت هي 1/125,000%. وجاكسون نجا من الموت بأعجوبة. بعدها يعني الموضوع اتلم الحمد لله، وهو بروح البيت وهما روحوا بس يعني على السجن. اما بقى عن الحاج ترامب فخلونا نرجع كده سنة لورا. ترامب كان بيقول خطاب من خطاباته، وفجأة صوت 8 رصاصات من مبنى قريب. الرصاصة الأولى، الثانية، الثالثة، جت في ودن دونالد ترامب وجرحتها. If you want to really see something that said, take a look at what happened. خلونا بقى نرجع لموضوعنا. قرار غبي كان ليه عواقب وخيمة. ضرايب 145% على الصين، ليه؟ ترامب شايف ان الصين بترهب اقتصاد امريكا، عشان كده هو قرر يفرض عليهم ضرايب 145%. وعلى فكرة مش على الصين بس، لا، ده على العالم كله. يعني لو الصين كانت بتبيع حاجة ب$100 دلوقتي هتبيعها ب$245. وبدأ ترامب يفرض ضرايب على الدول تانية بداية من 10%، 20%، 30%. حتى ألمانيا والسيارات الألمانية زي BMW ومرسيدس سعرهم هيغلى جدا جدا، بالذات في أمريكا. المصيبة الأكبر إن الضرايب اللي فرضها ترامب دي ما ضرتش الصين، لا، غلطة أصلا الإخوات الصغيرين اللي في رابعة ابتدائي ما يقعوش فيها. ترامب فرض الضرايب دي على نفسه وعلى المواطن الأمريكي، عشان اساسا كل الشركات الالمانيه من شركات اللبس حتى الاجهزه الالكترونيه بيصنعوا منتجاتهم في الصين. فلما ترامب يعمل ضرائب على الصين 145%، الايفون اللي سعره تقريبا دلوقتي $1200 سعره هيعدي $3000. فالحوار ده بقى هيخلي الناس تقاطع المنتجات الامريكيه وكمان تشوف بدائل تانية. عندك شركات زي نايكي وشركه اديداس بيصنعوا منتجاتهم في الصين، وبيشترطوا على التجار ان هم يصنعوا المنتجات دي باردة الخامات، ومقابل كده بيسمحوا لهم انهم يعملوا نفس المنتج بنفس الخامات لكن من غير اللوجو او العلامة التجارية، ويبيعوه بعشر الثمن. المصيبة الاكبر في مجال الطبخ، مطاعم زي ماكدونالدز وكي اف سي وبيتزا هات وغيرهم كتير جدا اكيد ليهم فروع في الصين. التجار الصينيين بعد اللي حصل ده قالوا ان هم اللحوم اللي بيستوردوها من امريكا كتير جدا بيجي منها منتهى الصلاحية او بايظة، والمطاعم بتشترط عليهم ان هم ما يقولوش الكلام ده ابدا. طيب هل انتوا فاكرين ان الصين هتسكت على كده؟
الصين مش بس فضحت الشركات الامريكيه، لا، الصين فرضت ضرائب على البضائع الامريكيه 125%، والدولتين اتضروا. بس الصين كانت متحكمه اكتر لان الضرائب اللي هي فرضتها كانت اقل. وفي شهر مايو الطرفين قرروا يهدوا اللعب شويه، الاتنين وقعوا هدنه تجاريه مدتها 90 يوم. امريكا خفضت الرسوم ل 30% بدل 145%، والصين خفضت الرسوم لحد 10%. وعلى فكره ترامب هو اللي جاب ورا مش الصين. اللي تشوفه يا معلم حنتي جاب ورا. يا ترى بقى يا جماعه ايه اللي هيحصل بعد ما 90 يوم دول يخلصوا؟ ترامب لما لقى ان حوار انه ياخد ضرايب من الدول بقى وخاصه الصين الحوار ده فشل، قرر انه ياخد فلوس من دول الخليج بس على هيئه استثمار، وهو في الحقيقه ما استثمرش بيهم ولا حاجه. اخد من دول الخليج 4000 مليار دولار، يعني 4 تريليون. انتوا متخيلين؟ ترامب ده كده يا جماعه عامل زي البياعين السريحه اللي بيبيعوا مناديل، يقعد يضحك على الزبون بالكلام ومش عارف ايه، وفي الاخر ممكن الزبون يديله فلوس وهم ما يديلوش مناديل في الاخر. وكمان لو معرفش يبيع هيشحت طول اليوم. طب لو لقى الشحاته ما نفعتش هيسرق، كمان ممكن يبلطج. طيب لو الحرب الاقتصاديه دي خلصت على كده، فده معناه ان الموضوع ده هيتسبب في انفصال اقتصادي تام بين امريكا والصين، وده معناه خسارة مليارات وانهيار في حركة التجارة بين أكبر دولتين عندهم اقتصاد في العالم. ترامب وأندرو جاكسون كانوا بيحبوا يتحكموا في أي حد على أي حاجة. وأندرو جاكسون لما دمر البنك المركزي كان بحجة إنه شايف إن ده أداة للأغنياء ضد الفقراء. ترامب حاول يسيطر على البنك المركزي ده، حتى كمان كان عايز يطبع دولارات على مزاجه، وده كان قرار غلط جدا. كأنك بالظبط سايب طفل صغير لسه مولود هو اللي يتحكم في ميزانية الدولة. بس الحمد لله يعني القرار ده ما تنفذش، لأن كان كله هياخد على قفاه حرفيا. أول احنا عرفنا من أول الفيديو إن جاكسون كان بيكره الهنود الحمر وقتل منهم الآلاف. ترامب برضه كان نفس الحوار، بنى سور كبير جدا بين أمريكا والمكسيك عشان يمنع المسلمين المكسيكيين إن هم يخشوا البلد. الاتنين يا عزيزي كانوا شايفين إن أمريكا لأ مش مجرد دولة، أمريكا دي إمبراطورية، والمفروض انها تسيطر بقى على الاعلام والاقتصاد العالمي حتى. والاتنين لما سابوا امريكا كان غصب عنهم، وكان بسبب انقسام سياسي. جاكسون ساب امريكا بسبب الكارثه والمصيبه اللي هو عملها في البنك المركزي، عشان هو خلى امريكا في ازمه ماليه كبيره جدا لسه مأثره على امريكا لحد وقتنا هذا. وبرضه ترامب سابها بعد اقتحام مبنى الكابيتول، وبرضه انقسام سياسي كبير جدا. الاتنين كانوا نفس التحدي، نفس الجنون، وحتى نفس الكاريزما، بس مش زي يوسف طبعا يعني. الدمار يا عزيزي بيجي لما الواحد يفتكر انه اذكى من النظام واقوى من التاريخ. بس السؤال بقى، هل امريكا هتكرر نفس الغلطة تاني، ولا التاريخ هيتعلم من غلطتهم؟ لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو. سلام.